إلى موضوع صنع جدلا على أكثر من صعيد. من منا لا يتذكر هاجر ذلك الشاب المبتسم، أو كما يحبذ الكثيرون الإطلاق عليه، حيث أفادت مواقع إخبارية أن محكمة أمريكية أصدرت حكم الإعدام على الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج بعد عدة اتهامات، منها قرصنة مئات المواقع عبر أنحاء العالم، وقد تم القبض عليه سنة 2013 بتايلاندا بعد بحث من قبل الانتربول دام أكثر من 3 سنوات كاملة، وذلك بعد الكشف بأنه من بين أخطر 10 هاكر في العالم والمطلوبين لدى المحكمة الأمريكية، ثم رحل إليها بأمر من الاف بي اي. إذا مشاهدينا الكرام، تحضر معنا في البلاتو والدة هذا الهاكر السيدة زبيدة جلفاوي، والدة حمزة بن دلاج. أهلا بك سيدتي الكريمة. مرحبا سيدتي. إذا مشاهدينا نذكركم سيدتي، هذا أول ظهور إعلامي لك على وسيلة إعلامية جزائرية للحديث عن هذه الإشاعة التي انتشرت في وسائل الإعلام سواء الغربية وحتى العربية. البعض يعتقد بأنها إشاعة. ما هي يعني تفاصيل هذا الموضوع بالنسبة لعائلة هشام؟ والله ما على بالي، أو حمزة عفوا. صح، تفاجأت أنا سمعت الخبر هذا. كيف تلقيت هذا الخبر؟ هل صدقته بالوهلة الأولى؟ ما أمنتش أنايا، ما جاتني صدفة. كيفاه مش وليدي إرهابي باش قلت له يحكموا عليه بالإعدام؟ كاش منها، ما كنتش توقع فيها. طيب هل تلقيت ربما اتصال، لا نقول من خارج البلاد وإنما حتى من داخل من السلطات هنا بالجزائر؟ ما تلقيتش اتصال خلال هذه الفترة التي سجن بها؟ جاني. ما هي رسالتك الآن سيدة زبيدة في هذا عند يعني أنت التجأتي إلى قناة النهار حتى توصلي رسالتك لمن يتابعنا الآن في قضية حمزة؟ وش الرسالة اللي حابة توصليها للمشاهد الكريم اليوم، أو السلطات اللي ممكن أنهم يعاونوك في هذا المجال؟ وش نقول أنا، وش نقول الجزائر على بالي بلي تحبه، الناس كامل تحبه وليدي، وما كاش منها بلي واش راح يحضروا عليه. كاين منها زعما دار كيما راهم يحضروا جامي. انا نعرف وليدي ما دار. طيب سينو انا تمنيت نروح ليه، تمنيت نروح نشوفوا له كان ساعه هكا. انا راني نحضر في روحي باش نروح ليه. يعني خلال هذه ال4 سنوات عن غيابه، هل كان هناك تواصل بين حمزة وعلى العائلة؟ يعني ما عندي حتى خبر عليه. يعني حتى عندما تم القبض عنه لم يكن من طرفه؟ لا يعني سي. كان ذلك آخر اتصال بينكم وبينه؟ هضرت معاه. ماذا قال لك؟ هل لك أن تذكرنا بتفاصيل عند القبض عليه؟ ما قال لي والو. طيب المعلومات المتوفرة ربما عند رجال الإعلام بعد احتكاكهم، ربما أنت رفضتي الحديث لوسائل الإعلام من قبل، رجال الإعلام لما اتصلوا بجيرانه بأقاربه من بعيد ولا الوسط اللي كان عايش فيه، يقولوا باللي كان إنسان لا يقوى على أذية ربما حتى حشرة، وبالتالي كيف يمكن له، يعني كيفاش يقدر هذا الشاب اليافع الذي كان معروف بأنه مجتهد في دراسته أنه يستطيع أن يقوم بكل هذا وفي هذا الظرف الوجيه؟ هذا الهضره اللي هضروا عليه كامل صح حنين، ما عنده حتى حنين بزاف. هذه النقطة كلمينا، حدثينا سيدة زبيدة جلفاوي، كيفاش كان حمزة منذ طفولته؟ كيفاش كان مثلا إذا كان هو كنتي عندك معرفة عن القرصنة هذه اللي يقوم بها، ربما كنت تشاهديه دائما، ربما كنت تشاهديه على الحاسوب يستخدمه دائما. صح، هو يخدم. كيفاش كان هو في معاملاته معاكم مع الأصدقاء نتاعو؟ احكي لنا على حمزة، الناس اللي ما تعرفوش نعرفوه. عادي ما يهدرش كيما حطوا عليه بزاف. دراسته مثلا دراسته يقرا برا بدراهم. وش هو البلد اللي راح ليه واللي درس فيه التخصص تاعو؟ يعني وش اللي قراه بالضبط؟ البلدان اللي راح لهم، اللي هضروا عليهم كاع راح ليه. طيب السلوك ربما اللي عنده علاقة بهذا الشيء اللي هو اتهمه به، ربما هو الساعات اللي يقعدهم على الحاسوب. قداش كان يقعد حمزة على الحاسوب في الدار؟ حاسوب نورمال ساعة ساعتين كما يتبعوا الناس. نورمال هكا يقعد كيما موالف، يروح الانترنت كيما كان صغير هكا في عمره 14 سنة. هو يتقيب من الدار، راح خرج، راح قريب واحد 7 سنين ولا 6 سنين
ما جاتني عليه حتى معلومات حتى نعيط لي. طيب هل يعاني ربما حمزة من مشاكل صحية أو مشاكل. نفسية حتى يعني أو ظروف عائلية ربما خاصة؟ ظروف شوية مثلا احكي لنا شاركينا. نورمال الظروف بالك كشفني ما نتفاهموش في الدار أنا وباباه، ما عندنا لي بروبليم هكا وما نحبش المشاكل. سيدة زبيدة جلفاوي، هناك حديث الناس يتكلموا بأنه حمزة من الأشخاص اللي عندهم أثرياء في الجزائر، يعني الناس اللي عندهم المال في الجزائر هو اللي يسمح له أنه يسافر. هو يعني هل ممكن يعني إذا كان أمر شخصي يعني، لكن اسمحي لنا بأنه ندخل في خصوصية نوعا ما نظرا لطبيعة الموضوع، كيف هي وضعيتكم الاجتماعية؟ نورمال يعني حالتكم عادي، أفطر عندي ونورمال ناكل كيما الناس. من أي منطقة هو يعني منطقة بالضبط، وظروفكم كيفاش؟ يعني عائلة بسيطة في نورمال، هو عايش في زايد في القبة، كنا ساكنين في القبة نورمال، اسمع عايش نورمال كيما الناس نورمال. طيب تقول الأنباء والأخبار وجل وسائل الإعلام يتحدثوا على أنه تحصل عن طريق يعني قرصنة مواقع لمؤسسات واختلاس ربما لأموال من البنوك، يعني يقولوا بأنه هذه الأموال هي اللي مكناته من الانتقال ربما من بلد إلى آخر. ما شكيتش. ما كنتش تشك انت حتى في تصرف لما كان في المنزل؟ ما شكيتش، ما عنده والو، نورمال. طيب رسالتك اليوم؟ واصل. تفضلي. انا شوف، انا الحاجه اللي حبيتها دركا وجيت وخرجت، ما كنتش رايحه نبان في الصحافه ولا نخرج ولا حاجه واحده اللي هزتني كي شفت خرجوا هكاك في الاخبارات باللي حكموا عليه بالاعدام. هذه هي الحاجه الوحيده اللي هلكتني بزاف. هذه اللي طيب واش تتوقع انت في قادم الايام؟ هذه اللي وجعتني، ما كنتش نستنى فيها. إضافة للإعلام فقط، هل طرقتي أبواب أخرى؟ يعني كان وضع محامي من أجل حمزة؟ ما درت حتى محامي. هل تعتقدين بأنه الوقت الحالي لابد الآن أنك تأخذي هذه الخطوة، خاصة بعد هذه الإشاعة؟ إن شاء الله. وش الحاجة اللي خلتك تلجئي لقناة النهار؟ كي شفتوا حكموا عليه بالإعدام. شكرا جزيلا لك سيدة زبيدة جلفاوي، ربي يطمن قلبك كما يقولوا على فلدة كبدك، شكرا لك سيدتي الكريمة، نتمناه لحمزة.